أهلا بكم مشاهدين الأعزاء. النهاردة هنتكلم عن حلم ناس كتير بتشوفه كل ما حد يحلم بيه بيصحى خايف، اللي هو حلم سقوط الأسنان. هل فعلا معناه موت حد قريب ولا في حاجات أعمق في الحلم؟ ده خلاني أوضح لكم كل المعاني بالتفصيل. سقوط الأسنان الأمامية، لو شفت سنة من قدام بتقع، ده معناه فقدان شخص قريب منك أو قريب من قلبك. بس مش شرط يكون موت، ممكن يكون سفر، ممكن يكون خصام، او ممكن حتى العلاقة تنقطع بعد ما كانت العلاقة قوية تنقطع ما بينكم. طب لو شفنا الاسنان وقعت من غير دم، لو شفنا الاسنان وقعت من غير دم ده معناه انك هتتخلص من هم او مشكلة، وخاصة لو حسيت براحة بعد السقوط. زي شخص مثلا سم، علاقته سامة بيضايقك وخرج من حياتك، ده تفسيره. او نهاية مرحلة كانت تعباك نفسيا، او ربما تخلصك من مشكلة في حياتك. تاني حاجة، لو الاسنان وقعت كلها، لو الاسنان وقعت كلها على الارض وانت شفتها ده معناه انك انت اطول عمر. لو شفت الحلم ده بيكون احيانا بيكون تحذير قوي انك تكون ممكن محتاج تراجع نفسك، ممكن انك تكون بتمر بضعف في الايمان او فقدان في الطاقة الروحانية. ساعات كمان بيدل على خوف من الزمن او من الكبر او من الفقد. تمام. كمان هنا هنتكلم بالنسبة للمرأة الحامل او المتجوزة. لو الحامل شافت سنة بيقع، سنة من سنانها بتقع، غالبا بيدل على قلق داخلي من الحمل، بيكون عندها قلق من الحمل او من الولادة، وممكن يكون له علاقة بأي خطر. ولو متجوزة ممكن يدل على مشاكل زوجية مؤقتة وهتعدي بإذن الله. طبعا التفسير بيبقى على حسب سياق حال الرأي والرؤية. وفي النهاية مش كل حلم مخيف معناه شر، الأحلام زي رسائل من الروح، محتاجة نسمعها ونفهمها، مش نخاف منها. لو حلمت بسقوط أسنانك اكتب لي حلمك في التعليق وأنا هفسره لك في الفيديو الجاي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الرموز وكل الرسائل اللي ورا الأحلام. سلام مؤقت وبداية جديدة في عالم المنام.